الجاموسه اللي عماله بتلف في ساقيه ديت وهتنزل بيه بالشكل ده، فهينتج عنها حركة دورانية. يفتح الكوريك ده بيعمل ايه؟ بيبدأ يعمل حركة دورانية. هنا يحصل الحركة الدورانية ديت بقى اللي بيحصل لها اهلا بيكم باشمهندسين تالتة سنة وفي كل مكان. النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع الباب الثاني من فرع الاستاتيكا اللي هنتكلم فيه عن العزوم. الباب ده مهم جدا يا شباب انك تركز في كل تفصيلة هتتقال فيه. ليه؟ لانه داخل فيه ابواب تانية زي الباب بتاع الاتزان العام بيعتمد اعتماد كلي على العزوم، وكذلك الامر الباب الخامس باب الازدواجات. فانا عايزك تركز في كل تفصيلة هتتقال فيه، وباذن الله هنشرحه واحدة واحدة على مهلنا. مش هدخلك كل الافكار في حلقة واحدة، ولكن هقسمه لك على 5 حلقات. انا مش بقولك ان الموضوع هيبقى طويل وصعب، لا بالعكس الموضوع سهل باذن الله، ولكن خلينا ناخد فكرة وكل فكرة فيهم تاخد حقها وتاخد الامثلة بتاعتها. اللهم لا سهل الا لما جعلته سهل، وانك يا رب ان شئت لجعلت الصعب سهل. يعني ايه عزم يا شباب؟ باختصار لو احنا ركزنا في الشكل ده هنلاقي ان الراجل ده بيأثر بقوته هنا علشان خاطر يفك الصامولة اللي موجودة هنا. حلو. محاولة انه يفك الصامولة بقى اللي موجودة هنا ديت، يعني هيبدأ يعمل حركة دورانية. ازاي يعني؟ ما هو لو جينا ركزنا كده في الشكل اللي قدامنا هتلاقيه بيأثر بقوة كده. حلو. القوة ديت هتعمل ايه؟ القوة ديت يا شباب هتاخد الذراع اللي جاي من هنا ده كده وهتنزل بيه بالشكل ده، فهينتج عنها حركة دورانية، فالصامولة تبدأ تتفك أو تتربط حسب هو بيعمل ايه. تمام كده يا شباب؟ الحركة الدورانية اللي هيعملها ديت هي اللي اسمها العزوم. يبقى أنا أول حاجة أحطها في دماغي يعني إيه عزوم؟ العزوم معناها إن في مركز اللي هو ده كده، ده كده يا شباب اسمه ايه؟ ده كده اسمه مركز اللي بيعمل حوالين منه العزم. الحاجة التانية بيكون فيه ذراع بالشكل ده، وده كده بيبقى فيه هنا قوة مؤثرة، يعني في قوة بتؤثر بالشكل ده، فبالتالي بينتج عن القوة حركة ايه؟ حركة دورانية. بالاضافة ان بيبقى فيه نقطة هنا اسمها نقطة الايه؟ نقطة التأثير. تاني نفهم تاني عن العزوم. لو احنا ركزنا في الشكل ده هنلاقي الشاب ده بيحاول انه يرفع العربية، فعشان يرفع العربية بيضطر انه يفتح الكوريك بتاع العربية. طب عشان يفتح الكوريك ده بيعمل ايه؟ بيبدأ يعمل حركة دورانية هنا، فبالتالي الكوريك يبدأ يفتح معاه علشان خاطر العربية تترفع. برضو دوت يعتبر عزم. طيب ايه كمان؟ لو انت ركزت في الشكل ده، دي اكتر حاجة تفهمك يعني ايه عزم. الحركة الدورانية اللي بتحصل ديت كده، ده المركز بتاع العزم وده الذراع بتاعه وفي تأثير قوة، فبيحصل الحركة الدورانية ديت بقى اللي بيحصل لها ده بيعمل ايه؟ بيعمل عزم حوالين المركز ده. واكتر تشبيه يا شباب ممكن نشبهه للعزم هي الشكل اللي قدامنا ده، الجاموسة اللي عمالة بتلف في ساقية ديت او الطور اللي بيلف في ساقية ده بيعمل عزم. ازاي يعني؟ هيكون ده كده المركز، ده المركز، وده كده هيكون الذراع بتاع العزم، وهي بتأثر بقوتها كده فبينتج عنها حركة دورانية. الحركة الدورانية دي هي اللي بيبقى اسمها ايه؟ هي اللي بيبقى اسمها العزم. طيب تعالوا بقى قبل ما نبدأ العزم التمارين فيه شكلها عامل ازاي وكده نتفق مع بعض اتفاق خدناه في الهندسة الفراغية، سواء كنت اخدته او لسه ما اخدتوش. تعالى نفتكره مع بعض كده. لو انا عندي متجه وليكن ب3 و4، عايزين نعمل له ضرب اتجاهي في المتجه 2 و1، ايه اللي هيحصل بقى؟ علشان نقدر نعمل لده ضرب اتجاهي يا شباب هقول لك الاول الطريقة بتاعة الضرب الاتجاهي، وبعد كده هناخد له حاجة مختصرة. اتفقنا ان احنا بنعمل مع بعض محدد بالشكل ده، وبنكتب هنا يا شباب هنا س وهنا ص
وهنا عين. لو انت تابعته معايا في الهندسه الفراغيه هتلاقي ده اخدينه في الهندسه الفراغيه واسمه الضرب الاتجاهي. المتجه ده الاحداث السيني منه هنا كام؟ 3، والاحداث الصادي كام؟ 4. طب العين مش موجوده بنحط مكانها 0. المتجه ده 2 و1 من اتجاه الصاد، والعين مش موجوده بنحط مكانها 0. وبنبدا نعمل ضرب اتجاه يا شباب، يعني بخبي له اول حاجه كده الخانه بتاعه السين، ويبقى معانا محدد زي بتاع ايه؟ المحدد اللي كان بيبقى معانا زي بتاع اولى ثانوي بالظبط. طب تركز بقى، كان في كام كلمه هنا؟ في كلمه هنا مثل، يعني نفس الاشاره اللي هتطلع، وهنا في كلمه عكس، وهنا في كلمه مثل. اللي هيطلع هنا هكتبه بنفس الاشاره، اللي هيطلع هنا هكتبه بعكس الاشاره، واللي هيطلع هنا هكتبه بنفس الاشاره. ايه هو اللي هيطلع اصلا؟ بنضرب مقص يمين ناقص مقص شمال. مقص يمين بكام؟ ب0 ناقص مقص شمال بكام؟ ب0. يبقى الناتج هنا كام؟ يبقى الناتج هنا 0. طب خبت لي السين؟ ايوه. المره دي هتخبي مين؟ المره دي هخبي الصاد. يلا بينا. مقص يمين ب0 ناقص مقص شمال ب0، يبقى اللي طلع بايه؟ ب0. حلو قوي. المره دي هنخبي مين؟ هنخبي العين. مقص يمين ب3 ناقص مقص شمال ب8، يبقى 3 ناقص ال8 يبقى -5، يبقى هنكتب هنا -5 بنفس الاشاره. كده انت لاحظت ان السين مش موجوده والصاد مش موجوده، فبالتالي اللي طلع -5. والجزء ده بتاع مين يا شباب؟ ده بتاع المتجه عين، يبقى -5 من اتجاه العين. والحسبة اللي انا حسبتها ديت في النظام المتجهات بالشكل الثنائي يا شباب، ثنائي، مش بنشتغل بالشكل ده. في طريقة اسهل؟ في طريقة اسهل. طب انت قلت لي ده ليه؟ انا قلت وحكيت القصة دي كلها عشان اقول لك ان اللي هيطلع هتكتب جنب منه المتجه عين، وما تقوليش ليه بنحط العين. ادينا اثبتها لك ايه. امال احنا هنعمل ايه؟ لا ده احنا بكل سهولة يا شباب من الشكل اللي قدامنا هتروح تعمل كده طرفين، او تسميها كوبري كبير، وسطين، او تسميها كوبري صغير. البعد الكبير بكام؟ ب3. حلو. البعد الكبير ب3 ناقص البعد الصغير 4 في 2 بكام؟ ب8. 3 ناقص 8 كام؟ -5. وبنحط جنبيها ايه؟ وبنحط جنبيها عين. ايه ده بالسهوله دي؟ ايوه هي بالسهوله، هي سهله مفيش فيها اي مشكله. هتشتغلها كده كوبري كبير ناقص كوبري صغير بس خلاص. القصه دي كلها ليه؟ عشان اقول لك ان احنا بنحط جنب منها ايه؟ العين. كلام زي الفل. من هنا بقى يا شباب نبدا نتفق اتفاق. اول حاجه علشان خاطر تقدر تطبق معايا في العزوم لازم تبقى فاهم ان في 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات؟ رقم 1 لازم تبقى في قوه. كلام جميل. رقم 2 لازم يكون في مركز تعمل حوالين منه الدوران. كلام زي الفل. رقم 3 يبقى في نقطة تأثير. من هنا نقدر نعمل عزم. نفهم تاني. لو احنا ركزنا في خط عمل القوة ق كده اهو، خط عمل القوة ق ده، وركزنا في المفتاح ده بيحاول انه يفك الصامولة ديت. كلام زي الفل. فمن هنا لو احنا جينا اخدنا الذراع ده يا شباب، هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان خط عمل القوة بيضغط هنا عند نقطة. النقطة ديت يا شباب هنسميها ايه؟ هنسميها نقطة التأثير. يبقى النقطة ديت هي نقطة الايه؟ التأثير. يبقى اسمها بقى ألف، يبقى اسمها ب، زي ما يكون. حلو قوي. وده كده المركز بتاع مين؟ ده كده المركز بتاع الدوران. وده مين؟ وده خط عمل القوة. يبقوا ال3 حاجات دول هم اللي هيخليك تشتغل في التمرين. خط عمل القوة، ونقطة التأثير، وايه كمان؟ والمركز بتاع الدوران. تركز في ال3 دول علشان خاطر تقدر تشتغل فيهم بالتمرين. طب هنشتغل برضو ازاي؟ قبل ما اقول لك هنشتغل ازاي تاني، تعال نركز في الشكل اللي قدامنا. فين مركز الدوران؟ هي النقطة دي. ده كده مين؟ ده كده مركز الدوران. حلو قوي. طيب فين خط عمل القوة؟ خط عمل القوة اهو. ده كده خط عمل القوة.
اللي هو مديهولنا ب30. كلام زي الفل. طب فين بقى نقطة التأثير؟ دي النقطة اللي بيأثر منها، يبقى دي كده نقطة الايه؟ نقطة التأثير. حلو. فهينتج عن الحوار دوت ايه؟ هينتج عنه حركة دورانية. يلا بينا نشوف هنتعامل ازاي. لو ركزنا يا شباب في الشكل اللي قدامنا دوت كده، وجيت قلت لك ان في قوة هنا بتؤثر عند النقطة ديت، وليكن سميناها قاف واحد. كلام جميل. وفي هنا نقطة، ده المركز بتاع العزوم اللي احنا عايزين، تعالى نسميه وليكن واو. تعمل ايه انت بقى؟ بص سيادتك، انا جيت بطلب منك في التمرين كده، بقول لك انا عايز متجه العزم حول النقطة واو. مين هي واو؟ ده المركز. يعني ايه باختصار؟ هنا كده ده المركز اهو، في واحد بيأثر بقوته بيضغط على المفتاح لأسفل كده، فهينتج عنه حركة دورانية هنا اهو بقى. ده اللي بنسميه ايه؟ متجه العزم. حلو قوي. متجه العزم ده بقى بيخليك تتعامل ازاي في التمرين؟ باختصار يا شباب، مش انت عايز العزم متجه العزم حول النقطة واو، يبقى تروح تبدأ بواو وتروح بعدها للنقطة بتاعة التأثير اللي بيأثر فيها. طب هو أثر، القوة أثرت في نقطة هنا اسمها نقطة د، فأروح أقول له واو د متجه، هضربها في متجه القوة قاف. بس كده؟ بس كده. تاني لو جيت قلت لك ان النقطة ديت امسح بقى دول كده، قلت لك ان النقطة ديت اسمها نقطة ألف اللي هو المركز ده، وجيت دلوقتي قلت لك ان في قوة هنا بتأثر من عند النقطة ب واسمها قاف. كلام جميل. القاف بقى ديت هتبدأ تأثر بقوتها كده لأسفل، فهتنتج هنا حركة دورانية. فيقوم طالب من سيادتك ايه؟ يقول لك انا عايز متجه العزم حول النقطة ألف. هي لازم تبقى ألف؟ لا، تبقى ألف، تبقى واو، تبقى زي ما يقول لك. فهبدأ بمين يا شباب؟ هبدأ بالألف، وقام جاي رايح لمين؟ لنقطة التأثير اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ب. يبقى اقول له الألف ب متجه، وهنضربها ضرب اتجاهي في متجه القوة قاف. طب هنعمل الحسبة ديت ازاي؟ هنشوف دلوقتي في التمارين، بس اتعلم الأول تاني. لو جيت قلت لك في الشكل اللي قدامنا دوت كده يا شباب، تعالى نمسح دول اهو، نمسح دول، وقلت لك ان في قوة بتؤثر هنا في اتجاه كده واسمها ده كده المتجه قاف. حلو قوي. والنقطة ديت بتاعت العزم وليكن اسمها ب، عشان ما تحطش في دماغك ان هي بيبقى اسمها ألف على طول. وتروح تقول له ايه؟ انا عايز منك متجه العزم حول النقطة ب. يبقى اقول له ايه؟ هبدأ بب، واروح لنقطة التأثير اللي اسمها ج، واضربها ضرب اتجاهي في متجه القوة قاف. بس كده. موضوع سهل وبسيط ومفيش فيه اي مشكلة. تعال نبص كده مع بعض على التمارين شكلها عامل ازاي. بيقول لك اذا كانت القوة قاف، ماشي، القوة قاف بكام؟ القوة قاف سيادتك عبارة عن 4 من اتجاه السين وسالب 3 من اتجاه الصاد، فبنكتبها بالشكل ده. تؤثر في نقطة ألف. أنا عايز متجه عزم القوة بالنسبة لنقطة الأصل. يلا بينا نجيب له المطلوب الأولاني. قلنا متجه العزم بالنسبة لنقطة الأصل اللي اسمها واو. فقلنا يا شباب هبدأ بمين؟ هبدأ بواو، بعدها اروح لنقطة التأثير اللي اسمها نقطة ايه؟ ألف، تؤثر في نقطة ألف، وبضربها ضرب اتجاهي في متجه القوة قاف. طيب الواو ألف ديت بقى معناها ايه؟ معناها ألف ناقص الواو. حلو قوي. ألف ناقص الواو. طب مش الواو دي نقطة الأصل؟ أيوة. يعني أنا أقول له ده 2 ناقص صفر، مع نقطة الأصل صفر وصفر، ف2 ناقص صفر يبقى هي 2. حلو قوي. طب 3 ناقص صفر يبقى هي 3. الله عليك. يعني عايز تقول لي ان واو ألف متجه ده اسمه متجه الموضع هو الألف؟ أيوة. وواو ب هو المتجه ب، وواو ج هو المتجه ج. حلو. ضرب اتجاهي في القوة قاف اللي هي بكام؟ اللي هي 4 وسالب 3. واتفقنا بنعمل ايه؟ اهو يلا كوبري كبير ناقص كوبري صغير. 2 في سالب 3 يعني سالب 6 ناقص 3 في 4 ب 12، سالب 6 وسالب 12 يبقى سالب 18. وقلنا بنحط المتجه ايه؟
عين، يبقى ده متجه الايه العزم حول نقطة الاصل. عايز ايه كمان؟ عايز مني في المطلوب الثاني متجه عزم القوة بالنسبة المرة دي للنقطة ب. يلا بينا. هتروح تقول له ايه؟ هروح اقول له متجه العزم بالنسبة للنقطة ب، يبقى انا هبدأ لك بالنقطة ب، بعدها هروح لك لنقطة التأثير تؤثر في نقطة اسمها ألف، يبقى ب ألف، وهضربها ضرب اتجاهي في متجه القوة ق. طب الب ألف معناها ايه؟ معناها ألف ناقص الب. يلا يا هندسة قول لي الألف ناقص الب يعني 2 زائد الواحد يبقى 3، و3 ناقص الاتنين يبقى 1 ضرب اتجاهي في متجه القوة ق اللي هو بكام بقى؟ اللي هو 4 وسالب 3. يلا اعمل بقى كوبر كبير، 3 في سالب 3 يبقى سالب 9، ناقص الكوبر الصغير 1 في 4 ب4 يبقى سالب 13 من المتجه عين. طيب تعالى بقى اتفق معاك على شوية مسميات خفيفة قوي. ايه هي؟ لو جيت قلت لك انا عايز متجه العزم. متجه العزم يا شباب بيتكتب كده، انا بتكلم عن نقطة ب، حاضر متجه العزم حول النقطة ب بكام؟ طالع بسالب 13 من اتجاه العين. طب لو جيت قلت لك انا عايز القياس الجبري. القياس الجبري يا شباب يعني انا عايز القياس الجبري بتاعه اللي هو هاخده باشارته سالب 13. طب لو جيت قلت لك بقى انا عايز المعيار بتاعه، معيار لازم يبقى موجب، مفيش معيار بالايه؟ بالسالب، فبالتالي هاخدها 13 اللي هو بيبقى اسمه معيار الايه يا شباب؟ معيار العزم. يبقى معيار العزم هاخده بالايه؟ بالموجب. طيب معيار العزم ده بقى هتساعدني في ايه؟ هتساعدنا في حاجة اسمها طول العمود. طول العمود اللي جاي من خط عمل القوة اللي جاي من مركز الدوران. يعني ايه؟ يعني لو احنا طولنا يا شباب كده خط عمل القوة ده، وجيت خدت من المركز بتاع الدوران ده كده، قلت لك هات لي بقى طول العمود. يعني ايه عمود؟ يعني نازل صنع معاه هنا زاوية بكام؟ زاوية 90 درجة اللي هي الزاوية دي كده. انا عايز احسب طول العمود ده اللي هو ممكن نفرضه بالرمز لام. طيب اقول له ايه بقى؟ اقول له ان طول العمود بيكون عبارة عن معيار العزم على معيار القوة. معيار العزم، انت عايز العزم مثلا النقطة ديت اسمها ألف، يبقى نجيب له معيار العزم حول النقطة ألف نحسبه زي ما احنا حسبناه في التمرين اللي فات على معيار مين؟ على معيار القوة. تقسم الاتنين دول على بعض يدي لك طول العمود ده. يبقى طول العمود يا شباب بيساوي ايه؟ معيار العزم على معيار القوة. كلام ممتاز. يبقى لو ركزنا في السؤال ده هتلاقيه طالب من سيادتك اول حاجة اوجد باستخدام العمود طول العمود الساقط من نقطة ب على خط عمل القوة. وطول العمود بيحتاج ايه؟ معيار العزم على معيار القوة. يعني انا لازم يبقى معايا ايه؟ معايا العزم عشان اجيب معياره. حلو قوي. هو عايز طول العمود الساقط من عند النقطة ب، اقول له يبقى انا الاول هروح احسب لك العزم حول النقطة ب عشان اجيب معياره واقسمه على معيار القوه. طب العزم حول النقطه ب قلنا بنبدا بمين؟ ببدا بب، وبعد كده اروح لنقطه التاثير اللي اسمها ايه؟ الف، واضربها ضرب اتجاهي بمتجه القوه ق. طب ب الف يعني ايه؟ يعني الف ناقص الب. يلا بينا. يبقى 2 ناقص 8 سالب 6، ويبقى سالب 1 زائد الاربعه يبقى 3 ضرب اتجاهي في القوه ق. بكام القاف؟ القاف ب3 وسالب 4. تعمل ايه؟ كوبري كبير كوبري صغير. طب يلا الكوبري الكبير سالب 6 في سالب 4 يدي لك 24، يبقى هنا 24 ناقص 3 في 3 ب9. حلو قوي. طب 24 ناقص ال9 يدي لك كام؟ يدي لك 15 من اتجاه العين. ده مين؟ ده كده الايه؟ العزم حول النقطة ب. طب هو عايز ايه؟ هو عايز طول العمود. عايز تفرده لام، ماشي اهو. يبقى عايز مني طول العمود الساقط من مين؟ من نقطة ب
ده هيبقى عبارة عن معيار العزم حوالين نقطة ب على معيار القوة ق. طيب ركز معايا، معيار العزم انا عندي ده العزم طالع ب 15 من اتجاه العين، وكده كده المعيار لازم يتكتب بالموجب فهكتبه 15 على معيار القوة ق. القوة ق دي تقدر تحسب المعيار ده، اي حد في اولى ثانوي يقدر يحسبها. قلنا بنجيب السين تربيع 3 تربيع والصاد تربيع اللي هو فيثاغورس يعني، دول يدوا لك كام؟ 5. يبقى 15 على 5 يدي لك 3 وحدة ايه؟ 3 وحدة طول. تعالوا نشوف مثال رقم 1 بيتكلم عن ايه يا شباب. بيقول لي إذا كانت القوة ق تؤثر في النقطة أ بسالب 1 و3. سيادتك متفق معايا إن لو ده كده متجه القوة ق، آدي متجه القوة ق. حلو، بكام؟ قال لك ب3 و4. مش هكتبها بالشكل ده وهكتبها له بالشكل ده 3 و4. حلو قوي. تؤثر في النقطة أ على خط عمل القوة ده، هنحط النقطة أ وليكن النقطة أ هنا بكام بقى؟ الألف بسالب 1 و3. كلام محترم. ايه الموضوع؟ أول حاجة أنا عايز عزم القوة ق بالنسبة لنقطة الأصل واو، يعني وليكن دي كده نقطة الأصل واو بصفر وصفر، عايز عزم القوة ق. متفقين بقى يا شباب إن المتجه العزم بالشكل ده طالما حوالين النقطة واو، بالنسبة للنقطة واو فقلنا بنبدأ بالنقطة واو ونروح لنقطة التأثير. هو هنا بيقول لك تؤثر فين؟ تؤثر في النقطة أ. طب يبقى نقطة التأثير أ، فهقول له واو أ وبضربها ضرب اتجاهي في متجه القوة ق. كلام ممتاز. يلا نعوض. واو أ يعني ايه؟ يعني أ ناقص الواو. طب والواو ديت ايه؟ هي نقطة الأصل اللي هي بكام يعني؟ بصفر وصفر. خلاص يبقى اكتبها أ. يبقى هكتب هنا كده الألف بكام؟ الألف هو قايل لي بسالب 1 و3، ادي سالب 1 و3. هنضربها ضرب اتجاهي في متجه القوة ق اللي هو ب3 و4. طب الضرب الاتجاهي ايه؟ قلنا كوبري كبير بسالب 4 ناقص كوبري صغير 3 في 3 ب9. طب سالب 4 وسالب 9 يبقوا كام يا شباب؟ يبقوا سالب 13. يبقى هكتب هنا كده سالب 13 وبنحط معاها ايه؟ من اتجاه العين. وده كان المطلوب الاولاني في المسألة. المطلوب رقم 2 عايز مني طول العمود الساقط منين؟ من النقطة واو اللي هو البعد يعني. فكنا بنقول ان العمود، طول العمود يا شباب هو عبارة عن معيار العزم على معيار القوة. حلو قوي. طب هو عايز طول العمود اللي جاي منين؟ اللي جاي من نقطة واو. يبقى هنجيب له معيار العزم حوالين النقطة واو بنقسمها على معيار القوة ق. طب معيار العزم ده يا شباب ناخد بالنا ان متجه العزم طالع بسالب 13 عين. حلو، يبقى المعيار بتاعها بكام؟ هناخده بالموجب اللي هو هيبقى كام يعني؟ هيتكتب 13. طيب معيار القاف، فين القاف؟ القاف اهي. طب المعيار اللي هو مين؟ اللي هو فيثاغورس. ال3 أس 2 زائد ال4 أس 2 يعني 13، وده هيدينا 5. يبقى 13 على 5 وحدة ايه؟ وحدة طول. طيب سؤال كمان بيقول لي إذا كانت القوة ق بواحد وسالب 2 تؤثر في نقطة أ، آدي متجه القوة ق. حلو، بتؤثر فين؟ آدي القاف أهي. بتؤثر فين؟ اللي هي بكام القاف؟ بواحد وسالب 2. مالها؟ بتؤثر في إيه؟ بتؤثر في النقطة أ. خلاص تؤثر في أ، تمر بأ زي ما يقول. بكام يا عم الألف ديت؟ مديها لنا ب2 و3. حلو قوي. الموضوع اوجد عزم القوة ق بالنسبة لنقطة اسمها ب. طب الب دي بكام؟ الب ب2 و1. حلو، يلا نجيب له العزم حوالين النقطة ب. يبقى هروح اجيب له الجيم ب، فقلنا بنبدأ بالب ونروح لنقطة التأثير اللي هي اسمها أ، وبضرب في متجه القوة ق اللي بيتكلم عنها. طب ب أ بقى معناها ايه؟ معناها أ ناقص الب. حلو، الألف ناقص الب يعني ده ناقص ده، 2 ناقص 2 يدينا 0. طيب 3 ناقص 1 يدينا 2.
الله عليك. اضرب في متجه القوة ق اللي هي 1 وسالب 2 ضرب اتجاه، اللي هو عبارة عن الكوبري الكبير بصفر ناقص الكوبري الصغير 2 في 1 ب2. يعني ايه؟ يعني سالب 2 من اتجاه العين. وده كان المطلوب الاولاني في المسألة. المطلوب الثاني عايز طول العمود الساقط من نقطة ب، اللي هو البعد، يعني طول العمود اللي ساقط من نقطة ب قلنا عبارة عن معيار العزم على معيار القوة. حلو قوي. معيار العزم عند نقطة مين؟ أو عايز العمود الساقط من مين؟ من ب. يبقى معيار العزم من نقطة ب على معيار القوة ق. يلا بينا. معيار العزم يا شباب يعني قلنا لو كان بالسالب لازم ناخده بالموجب، لأن مفيش معيار بالإيه؟ مفيش معيار بالسالب. حلو. معيار القوة ق بقى، القوة ق أهي، لما أجي أجيب معيارها يبقى أقول له جذر الواحد يتربع بواحد، الاتنين تتربع باربعة. يا مستر فين السالب؟ ما هو يا حبيب قلبي السالب 2 لما تتربع تديك موجب 4. حلو قوي. يعني الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 على جذر 5. طب 2 على جذر 5 ديت لما تحطها على آلتك تدي لك 2 جذر 5 على الخمسة، وطالما ده طول فبنقول له ايه؟ بنقول له وحدة طول. كده احنا جبنا المطلوب الاول وجبنا المطلوب الثاني. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لك في قوة ق بلام وسالب 2. هنا بقى مخبي لك الإحداث السيني من القاف. حلو. تؤثر في نقطة أ ب5 و2، والمرة دي قام مديك متجه العزم بكام؟ ب20. طيب يلا بينا نمشي نفس الخطوات اللي احنا شغالين عليها. ادي القوة ق مديها لنا بلام وسالب 2. كلام ممتاز. تؤثر في نقطة يا شباب اسمها نقطة ايه؟ اسمها نقطة أ. بكام نقطة أ ديت؟ نقطة أ مديها لنا ب5 و2. طيب كان متجه العزم بالنسبة لنقطة اسمها ب، وليكن هنا اللي هي ب7 وسالب 4، متجه العزم بتاعها هو مديهولنا ب20 عين. بناء عليها هتطلع قيمة العين. طيب هو انت لو كنت هتشتغل اصلا على متجه العزم بالنسبة للنقطة ب اللي بيتكلم عنها كنت هتشتغل ازاي؟ اللي هو مديهولنا ب20 عين، كنت هتفك انتوا بقى ازاي؟ الجيم ب ديت يا باشمهندس كنت هتفك ازاي؟ كنت هقول له ب. كلام جميل. وهروح لنقطة التأثير، نقطة التأثير اسمها أ، يبقى ب أ. وهروح اضرب في متجه القوة ق. انت مطلع لي الناتج ب20 متجه العين. حلو قوي. طب ب أ يعني ايه؟ ب أ معناها أ ناقص الب. طب يلا أ ناقص الب، 5 ناقص 7 يدي لك سالب 2. طيب 2 ناقص سالب 4. على فكرة الناقص دايما غير الإشارة ورايح دماغي. 2 واغير ده يبقى موجب 4 يبقى 6. حلو. ده ب أ متجه ب أ. اضربه في متجه القوة ق اللي هو عبارة عن اللام وكام بقى؟ وسالب 2. هيطلع الناتج كام؟ هيطلع الناتج 20. يلا الكوبري الكبير سالب 2 في سالب 2 يدي لك 4 ناقص 6 في لام ب6 لام بيساوي الناتج كام؟ بيساوي الناتج 20. ابعت يلا الاربعه بعكس اشاره يبقى سالب 6 لام. 20 ناقص الاربعه يدينا ال16. هقسم هنا على السالب 6 واقسم هنا على السالب 6، يعني اللام يا شباب بيساوي سالب 8 على ال3. هو كان عايز قيمه اللام، خلاص جبنا اللام بيساوي سالب 8 على ال3، وده المطلوب في المساله. قبل ما نحل التمرين يا شباب خلينا نتفق على 3 حاجات مهمين جدا جدا وداخلين في مسائل كتير قوي. مفهوم يوازي وينصف ويمر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي لو جيت قلت لك ان ده كده متجه للقوة ق، ده كده القوة ق. حلو قوي. وجيت قلت لك ان ده كده متجه، هنا في نقطة اسمها أ وهنا في نقطة اسمها ب. بص بقى، لو احنا عملنا ده كده يا شباب وعملنا ده كده، ده كده اسمه طول العمود، وده كده اسمه طول العمود. ان شاء الله الحصة الجاية هنلاقي
هنلاقي ان العزم حول اي نقطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن القوة في العمود عليها. القوة في الايه؟ في العمود عليها. بس في الحالة دي بيكون مدينا القوة معيارية. طيب دي كده انت هتاخدها ان شاء الله في الحصة الجاية. الجزء بتاع الحصة الجاية بيتكلم ان العزم حول النقطة بيساوي القوة في العمود ايه عليها مع مراعاة الايه؟ الاتجاه. بس انا بقولها لك دلوقتي ليه؟ عشان اثبت لك بيها فكرة يوازي وينصف ويمر. طيب عايز اوصل معاك لايه؟ عايز اوصل ان انا لو جيت قلت لك في الشكل اللي قدامك ده هات لي العزم حول ا وهات لي العزم حول ب. طيب العزم حول ا انت لسه قايل لي عباره عن القوه في العمود عليها. طب هي القوه دي مش هي اللي انا هستخدمها العزم الالف والعزم ب؟ يعني القوه هنا كده ثابته، هي نفس القوه اللي موجوده هنا، هي نفس القوة اللي موجودة هنا، يعني الرقمين مش هيختلفوا عن بعض. هنضربها في العمود عليها. طيب هو العمود عليها من عند الألف هنا وليكن اسمه لام، والعمود اللي عليها من عند الب وليكن اسمه لام، وانا بقول لك ان الاتنين دول يا شباب متوازيين. يبقى الشكل ده كده ايه؟ يبقى الشكل ده مستطيل. الله عليك. طالما الشكل ده بقى كده مستطيل يبقى طول العمود اللي هنا هو نفس طول العمود اللي هنا، يعني البعد هيكون ايه؟ هيكون برضو ثابت. ايه ده؟ يعني انت دلوقتي نفس الرقم اللي هنا هو نفس الرقم اللي هنا، نفس البعد اللي هنا هو نفس البعد اللي هنا، فبيخليك تستنتج ان العزم حول نقطة أ بيساوي العزم حول نقطة ب. ايه ده؟ يعني انا كده لو جيت قلت لك ان العزم حول نقطة أ بيساوي العزم حول نقطة ب، ده معناها ان خط عمل القوة ق ماله بيوازي القطعة المستقيمة اللي اسمها أ ب. ودي أول معلومة لازم نحطها في دماغنا يا شباب. إيه هي بقى المعلومة اللي بتقول إن لو قال بيوازي، ده معناه خط عمل القوة ق بيوازي القطعة المستقيمة اللي اسمها أ ب، فده معناه إن العزم حول نقطة أ بيساوي العزم حول نقطة ب. تركز بقى معايا، لو قال بيوازي يبقى العزم عند الأولى قد العزم عند التانية. طيب لو اداها لنا بالشكل ده، لو جيت قلت لك دي نقطة اسمها نقطة أ ودي نقطة اسمها نقطة ب، وجيت قلت لك ان خط عمل القوة ق كده، ده خط عمل القوة ق، وكان يا شباب البعد ده قد البعد ده. يعني معنى كده ان النقطة دي مالها في منتصف الألف ب. حلو. فتركز في حتة منتصف ديت في حاجة، ايه هي؟ لو احنا حبينا نحسب العزم حول النقطة أ، هتقول له هي عبارة عن القوة في العمود عليها. طب مين هو العمود عليها؟ العمود اللي عليها اللي هو الحتة دي. حلو. يبقى مثلا البعد ده هنسميه لام. طب هات لي العزم حول نقطة ب، هتقول له القوة في العمود عليها. حلو قوي. العمود عليها يا شباب هيبقى اسمه ايه؟ العمود عليها هيبقى اسمه لام. طيب ليه سميته لام؟ لان ده وده حاجة واحدة. طب ايه الفرق ما بينهم هما الاتنين؟ اقول لك الفرق بقى ما بينهم في حتة الدورانات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان برضو دي هتفهمها الحصة الجاية، بس خلينا اقولها لك من دلوقتي كده، انك لو ركزت في المسطرة ديت اللي جاية من عند الالف، خط عمل القوة واخدها ونازل بيها كده، فهيخلي الدوران ده، والدورانات عندنا اي حد فيكم عارف من الفيزياء ان هي نوعين، ضد عقرب الساعة او مع عقرب الساعة. طب ده دوران ضد عقرب الساعة، يبقى موجب ولا سالب؟ يبقى موجب. يبقى من هنا ده كده طالما الدوران واخد الشكل ده يبقى هيطلع بالايه؟ يبقى هنا هيطلع بالموجب. طب لكن لو ركزنا بقى من عند الب،
ادي المسطره اللي جايه من عند الب، والقوه ق واخداها ونازله لتحت، فهتخلي الدوران كده مع اقرب الساعه. طالما مع اقرب الساعه يا شباب يبقى ايه؟ يبقى الدوران هنا موجب ولا سالب؟ يبقى سالب. فده معناه ان هيطلع ايه؟ يبقى هنا معناه ان هيطلع بالسالب. العزم هنا هيطلع بالسالب. ليه؟ لان الدوران المره دي بتاعه واخد الشكل ده مع عقارب الايه؟ مع عقارب الساعه. يبقى دي هي دي، ويبقى دي هي دي، بس ده بالموجب وده بالسالب. فنفهم منه ايه يا شباب؟ نفهم منه ان لو كان الجيم الف بيساوي سالب الجيم ب، يعني العزم حول ا بيساوي سالب العزم حول ب، فده معناه ان القوه ق ماله بقى؟ خط عمل القوه ق بيوازي الايه؟ سوري، بينصف القطعه المستقيمه اللي اسمها ا ب. يبقى انا اديتك معلومتين لازم تركز فيهم كويس قوي. لو قلت لك يوازي يبقى العزم عند النقطه الاولى قد العزم عند النقطه الثانيه. لو قلت لك ينصف يبقى لو قلت لك ينصف يبقى دوت معناه ان العزم عند الاولى سالب العزم عند النقطه الثانيه. يعني مثلا لو جيت قلت لك ان العزم عند نقطه ا بيساوي 50 نيوتن والعزم عند نقطه ب بيساوي سالب 50 نيوتن، تفهم ايه؟ افهم ان خط عمل القوه بينصف الالف ب. طيب لو جيت قلت لك العزم عند ا بيساوي 70 نيوتن والعزم عند ب بيساوي 70 نيوتن، يبقى خط عمل القوه بيوازي الالف ب. طيب حاجه بقى اخيره وديت مش محتاجه شرح ولا اي اثبات. لو قلت لك دلوقتي ان العزم طالع بصفر، يعني لو جيت قلت لك ان العزم ده خط عمل القوه ق مر بنقطة اسمها أ، هات لي العزم حول نقطة أ. طب أصلا بالفهم وبالمنطق كده، يعني أنا ينفع أكون بأثر بقوة كده على النقطة أ وتقول لي ينتج منها حركة دورانية؟ مستحيل. طالما الخط عمل القوة مر بنقطة أ يبقى العزم عند أ بيساوي إيه؟ بيساوي صفر. يبقى من هنا يا شباب 3 حاجات تركز فيهم. إيه هما بقى؟ يوازي وينصف ويمر. كم حاجة؟ يوازي وينصف وإيه؟ ويمر. لما يكون يقول لك يوازي أهو، يوازي خط عمل القوة ق يوازي القطعة المستقيمة اللي اسمها أ ب. خط عمل القوة ق ينصف القطعة المستقيمة اللي اسمها أ ب. طب خط عمل القوة ق يمر بالنقطة أ. طيب دي تفهم منها ايه؟ دي سيادتك نفهم منها ان العزم عند النقطة أ هو العزم عند النقطة ب طالما يوازي. طب دي تفهم منها ايه؟ ان العزم عند النقطة أ بيساوي سالب العزم عند النقطة ب. طب دي تفهم منها ايه؟ ان العزم عند النقطة أ بيساوي الناتج صفر. لا، تعالى اوضح لك الكلام ده في شكل تمرين. تعالى نشتغل كده مع بعض. اول حاجة ادي متجه القوة ق اللي هو بيتكلم عنها. ادي متجه القوة ق. بكام القاف بقى؟ القاف قايل لك عنها ب3 وسالب 4. تمام. تؤثر في نقطة التأثير اسمها أ. بكام الألف؟ ب0 و2. كلام ممتاز. تعالى بقى نحسب العزم حوالين ب ونشوف لو طلعت بصفر يبقى خلاص انت حققت المطلوب الاولاني. طب هو العزم حوالين ب معناها ايه؟ معناها ب. وبنروح لنقطة التأثير اللي اسمها أ وبضرب في متجه القوة ق. الله عليك. طب ب أ معناها ايه؟ معناها أ ناقص الب. الألف ده ناقص الب دي. طب صفر وغير التلاتة يعني صفر ناقص 3 يعني سالب 3. حلو. وايه كمان؟ والاتنين وغير السالب 2 يبقى 2 و2 تبقى 4. ده الب أ. كلام ممتاز. هضربه ضرب اتجاهي في القوة ق اللي هي بكام؟ اللي هي ب3 وسالب 4. يلا الكوبري الكبير ب12، الكوبري الصغير ب12. طب 12 ناقص 12 بصفر، يبقى طلع بكام؟ طلع بصفر. طالما العزم بتاع البيت طلع بصفر يبقى دوت معناها ايه بقى؟ يبقى دوت معناها انه بيمر بنقطة ب
وده المطلوب الاولاني. ده معناها ان خط عمل القوة ق بيمر بنقطة ب. طيب ايه كمان؟ المطلوب الثاني ينص في الجيم د. يبقى انا دلوقتي هروح اجيب له العزم حوالين النقطة ج، وهجيب له العزم حوالين النقطة د. يلا بينا، هات لي العزم حوالين النقطة ج. يبقى هبدأ بجيم وهروح لفين؟ لنقطة التأثير اللي اسمها أ، وهضرب في متجه القوة ق. طيب الجيم أ معناها الألف ناقص الجيم، الألف ناقص الجيم، الصفر ناقص الاتنين يدينا -2. حلو، الاتنين واغير التلاتة يبقى -1. اضربها لي ضرب اتجاهي في القاف اللي هي 3 و-4. طب لما نضرب الكلام ده، لما نضرب الكلام دوت يا شباب، ايه اللي هيطلع بقى؟ اللي هيطلع هنا ده يدينا 8 وده هيدينا -3. طب 8 واغير -3 تبقى -3، يبقى الناتج 11 من اتجاه العين. ده مين ده؟ ده الجيم ج. كلام ممتاز. تعال نحسب الجيم د. يبقى هنا هنقول له د، وهنروح لنقطة التأثير اللي اسمها أ، وهضرب في متجه القوة ق. يلا بينا. الدال أ معناها ايه؟ معناها أ ناقص الدال. تمام. طب الألف ناقص الدال، الألف اهو ناقص الدال دي يبقى 0 واغير -2 تبقى 2. انا ماشي معاك واحدة واحدة وبالراحة. هنا 2 واغير ده 2 ناقص 1 يبقى 1. حلو، ده الدال أ. اضربه لي في ايه؟ اضربه لي يا باشمهندس ضرب اتجاهي في القاف اللي هي بكام بقى؟ القاف عندنا ب3 و-4. يلا نعمل ضرب اتجاهي. ده -8 وده -3، ف-8 و-3 يدينا -11 عين. عايز تقول ايه؟ عايز اقول له بما ان الجيم ج العزم حوالين النقطة ج طلع بيساوي سالب العزم حوالين النقطة د، يبقى اذا متجه القوة ق، متجه القوة ق ماله بقى؟ بينصف مين؟ بينصف الجيم د، وده المطلوب الثاني عندنا. حلو. المطلوب الثالث عشان يكون بيوازي، متوقع ان العزم حوالين ج اللي احنا جايبينه ب11 عين هيكون قد العزم حوالين اله اللي لازم يطلع ب11 عين برضه. يبقى انا محتاج احسب له العزم حوالين النقطة ه. يلا بينا. العزم حوالين النقطة ه يبقى اقول له ه، واروح لنقطة التأثير أ، وهضرب لك في متجه القوة ق. طب اله أ معناها ايه؟ معناها أ ناقص اله، يعني 0 ناقص 5 يبقى -5. يعني 2 واغير -1 موجب 1 يعني 3. ده اله أ. اضرب في متجه القوة ق بكام بقى؟ القاف عندك ب3 و-4. طيب -5 في -4 يعني 20. 20 ناقص 9 يعني 11. 11 من اتجاه الايه؟ العين. الله، طب ما طلعت دي ب11 عين ودي ب11 عين بس. خلاص يا معلم، يبقى نقول له يبقى ج العزم حوالين النقطة ج طالما طالع قد العزم حوالين النقطة ه، يبقى ده معناه ان خط عمل القوة ق ماله بقى؟ ماله بيوازي الجيم ه. يبقى يا شباب ناخد بالنا من حاجة. لو قال بيمر يبقى يطلع العزم ب0، لو قال بينصف يبقى العزم حول النقطة الأولى سالب العزم حول النقطة الثانية، لو قال بيوازي لازم العزمين يطلعوا قد بعض. على فكرة من الأجزاء المهمة جدا في العزوم اللي لازم تركزوا فيها. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك أثرت القوتين. طب وانت مغمض، لو قوة أو 2 أو 3 أو أكتر من قوة بصفة عامة، انت لازم تسأل نفسك سؤال: يا ترى القوتين اللي احنا بنشتغل بيهم دول يا شباب بيأثروا في نفس النقطة ولا في نقط مختلفة؟ ايه ده هتفرق؟ هتفرق لان لو الاتنين بيأثروا في نفس النقطة ينفع نعمل اختصار ان احنا نشتغل بقاف المحصلة بتاعتهم. تمام كده؟ لكن لو كانت دي بتأثر في نقطة ودي بتأثر في نقطة، لا، يبقى لازم اشتغل دي لوحدها ودي لوحدها. فطبعا هنا في التمرين بيقول لك ق1 وق2 هما الاتنين بيأثروا في نقطة الأصل، أقول له خلاص كتر خيرك. يبقى ادي متجه القوة ق،
اللي هتتكتب هنا بقى دي ولا دي؟ اقول له ولا دي ولا دي. امال ايه؟ ده انا اول حاجه اروح اجيب له حاجه اسمها قاف. قاف الايه؟ قاف المحصله. محصله القوه المتجهه هي عباره عن ايه؟ قاف الاولى زائد قاف الثانيه زائد قاف الثالثه زائد قاف الرابعه وهكذا. طالما القوه متجهه بنجمع، يلا اجمع السين مع السين. 5 زائد 1 يبقى 6 من اتجاه السين. طب سالب 4 وسالب 4 يبقى سالب 8 من اتجاه الصاد. بس خلاص يبقى انا هاجي هنا احط لك قاف المحصله اللي هي عباره عن 6 من اتجاه السين وسالب 8 من اتجاه الصاد. تمام قوي. اثبت ان خط عمل المحصله بيمر بالنقطه ألف. يعني ايه يمر بالنقطة ايه؟ يمر بالنقطة ألف. طب يعني ايه يمر بالنقطة ألف؟ قول لي انت. خط عمل المحصلة يمر بنقطة ألف، يعني العزم هيطلع بكام؟ العزم هيطلع بصفر. يبقى احنا لما هنحسب ويطلع العزم بصفر يبقى انت كده حققت له المطلوب اللي هو بيتكلم عنه. تعال نروح نجيب له العزم. خط عمل المحصلة يمر بنقطة ألف. طيب هو عايز بقى العزم حوالين نقطة مين؟ هي بتؤثر في نقطة الأصل. يعني هنا بتؤثر في نقطة الأصل اللي هي 0 و0 بالمناسبة. يعني بيقول لك خط عمل المحصلة يمر بالنقطة ألف، يعني هجيب له العزم حول نقطة ألف فهقول له ألف وأروح لنقطة التأثير. قال لك نقطة الأصل يبقى ألف واو. اضرب الكلام ده في متجه القوة ق، بس خلي بالك قاف المحصلة. طب ألف واو معناها إيه؟ معناها واو ناقص ألف. خلي بالك واو ناقص ألف، واو ناقص الألف يعني الصفر ناقص الألف، يعني هغير إشارات الألف. واو ألف غير ألف واو. هنا عارف لو كانت واو ألف كنت هكتب الألف زي ما هي، لأن واو ألف معناها ألف ناقص الواو، لكن ألف واو معناها واو ناقص الألف، يعني صفر وغير إشارة الألف. يلا بينا غير إشارات الألف معايا. الألف عندك بكام؟ بسالب 3 و4، يبقى صفر وغير ده يبقى 3. طب صفر ناقص الأربعة يبقى سالب 4. هضربها في متجه القوة ق اللي هو قاف المحصلة اللي هي 6 وسالب 8. قبل ما تشتغل يا باشمهندس لازم تطلع بصفر عشان تحقق المطلوب اللي هو عايزه. 3 في سالب 8 يعني سالب 24. سالب 4 في 6 بسالب 24 هنكتبها بالموجب لان احنا بنحط عكس الاشاره، يعني طلعت معانا بكام؟ طلعت معانا بصفر. فراح اقول له كده بما ان العزم حول نقطه الف طلع بيساوي صفر، يبقى اذا خط عمل القوه ق اللي هي قاف المحصله يعني ماله بقى؟ بيمر بالنقطه الف. وده كان المطلوب الأولاني عندنا. ثم أوجد طول العمود الساقط من نقطة تانية بقى اسمها نقطة ب. طب هو طول العمود الساقط من نقطة ب ده مش محتاج مننا إن احنا نجيب له معيار العزم حوالين نقطة ب على معيار القوة؟ طب هو أنا معايا العزم حوالين نقطة ب؟ لا، ده أنا معايا العزم حوالين نقطة أ. يبقى الأول هروح أجيب له العزم حول نقطة ب عشان اقدر اطبق قانون طول العمود. طب العزم حول نقطة ب يبقى اقول له ب واروح لنقطة التأثير اللي هي اسمها ألف. لا، نقطة التأثير اللي هي اسمها واو. حلو. وهضرب في متجه القوة ق. طب ب واو معناها ايه؟ معناها واو ناقص الب. طب يلا واو ناقص الب يعني غير اشارات الب، يعني هنا سالب 2 و5. هضرب ضرب اتجاهي في القاف. بكام القاف؟ ب6 وسالب 8. يلا بينا. سالب 2 في سالب 8 يبقوا 16. 16 ناقص 5 في 6 ب30. طب 16 ناقص ال30 يديك سالب 14. سالب 14 ايه؟ سالب 14 من اتجاه العين. حلو قوي كده. انا جبت ايه؟ متجه العزم. خلاص اقدر اطبق قانون طول العمود. اهو طول العمود عباره عن ايه؟ معيار العزم على معيار القوه بتاعتك. معيار العزم حول نقطه ب على معيار القوة اللي هي قاف المحصلة. طب معيار العزم طالع بسالب 14، المعيار بالموجب يبقى هكتبها 14 على معيار القوة قاف اللي هو عبارة عن جذر. القاف بقى بكام؟ القاف 1 في 6 أس 2 زائد 8 أس 2، وطبعا دي من عائلات فيثاغورس تطلع معاك ب10. 14 على 10 يعني 1.4. وحدة ايه يا شباب؟ وحدة طول. بس خلاص هو كان عايز المطلوبين دول في التمرين بدون اي مشاكل. تعالوا نبص على السؤال اللي بعده.
بيقول لك القوة ق1 والقوة ق2 والقوة ق3. المرة دي بتأثر في نقطة اسمها أ، ودي بتأثر في نقطة اسمها ب، ودي بتأثر في نقطة اسمها ج. هنا مش هينفع نجيب ق المحصلة. هنا هو عايز يا شباب العزم، متجه العزم حول مين بقى؟ حول نقطة الأصل واو. حلو، فكنت أقول له واو واروح لنقطة التأثير. طب نقطة التأثير اللي اسمها أ كنا بنضربها في متجه القوة بتاعتها. طب هي الألف دي القوة بتاعتها هو قايل لك على الترتيب، يعني النقطة أ القوة بتاعتها ق1. حلو، زائد حوالين النقطة واو، واروح لنقطة التأثير التانية اللي اسمها ب واضربها في متجه القوة بتاعتها اللي اسمها ق2 زائد. ها فهمت اللعبة؟ يلا النقطة واو ونقطة التأثير اسمها ج وهضربها في ق3. بس خلاص تعمل الحسبة ديت وتطلع معاك الموضوع. واو أ بقى دي جميلة. ليه بقى جميلة؟ عشان واو أ معناها أ ناقص الواو، والواو هي نقطة الأصل 0 و0، فهتفضل زي ما هي أ اللي هي 1 و1. هضربها في القوة ق1 اللي هي 2 و3. يلا الواو ب معناها الب -2 و2. هضربها في القوة ق2 اللي هي 5 و1. طب الواو ج اللي هي الجيم بكام؟ الجيم يا عم الجيم ب3 و1. هضربها في الق3 اللي هي -4 و7. يلا بينا نعمل الحسبة دي. 1 في -3 يعني -3 ناقص 2. الكلام ده من اتجاه العين زائد. حلو، يلا هنا -2 ناقص 10 من اتجاه العين. كلام ممتاز. طب هنا 21 3 في 7 ب21 ناقص -4 يعني -4 من اتجاه العين. يلا نجمع الكلام ده. هنا ب5 وهنا ب12، يعني دول ب17 ودول 25. طب 25 و17 يديك ايه بقى؟ يديك 8 من اتجاه العين. بس خلاص كده انت جبت له متجه عزم المحصلة بالنسبة لنقطة الأصل، يطلع معانا ب8 عين. تؤثر القوتان، القوة الأولى بكذا والقوة الثانية، كلهم هما الاتنين بيأثروا في نفس النقطة، هما الاتنين بيأثروا في نقطة أ. خلاص يبقى هنا هروح أجيب له إيه يا شباب؟ هنا هنروح نجيب ق المحصلة. طالما الاتنين بيأثروا في نفس النقطة يبقى نروح نجيب ق المحصلة. طب يلا هات لي بقى ق المحصلة وقول لي بيساوي ايه؟ ق المحصلة يعني هجمع ده مع ده، يعني 1 زائد 3 يدينا 4. طيب و2 وسالب 1، ها 2 وسالب 1 يعني 1. ال4 و1 دي هي اللي هشتغل بيها، ده متجه عزم ق المحصلة. حلو، كمل. مالهم بقى؟ الاتنين بيأثروا في نقطة واسمها نقطة أ. بكام يا عم الألف دي؟ الألف دي سيادتك بسالب 2 و3. الله عليك. برهن باستخدام العزوم أن خط عمل المحصلة ينصف القطعة المستقيمة بين النقطتين ب وج. ها ينصف يعني هجيب له العزم حول ب وهجيب له العزم حول ج. ها مستني ان هما يطلعوا ايه؟ يطلعوا عكس بعض في الإشارة، يبقى ده معناه ان هو بينصف. تعالوا نقسم الصفحة كده نصين ونروح مرة نجيب له العزم، متجه العزم حول نقطة ب اللي بيتكلم عنها. قلنا بنقول ب ونروح لنقطة التأثير واسمها أ وبضرب في متجه القوة ق اللي هي ق المحصلة يعني. كذلك الأمر هنجيب له العزم حول النقطة التانية اللي هو حول نقطة ج. متجه العزم حول ج يبقى أقول له ج وأروح لنقطة التأثير أ وأضرب في متجه القوة ق المحصلة. فب أ معناها إيه يا شباب؟ ب أ معناها أ ناقص الب. الألف دي ناقص الب دي يعني -2 وأغير السالب 1 يبقى -1 يبقى الناتج -1. طب يلا ال3 وأغير ال5، 3 ناقص 5 يبقى -2. هضرب في القوة ق مين؟ ق المحصلة، يبقى هنا 4 و1. طب يلا هنا الجيم أ معناها أ ناقص الجيم، يلا -2 ناقص ال1 يبقى -3.
طيب التلاتة ناقص الاتنين يبقى واحد، هضرب في متجه القوة قاف. يلا بينا نعمل الضرب الاتجاهي. سالب واحد في الواحد بسالب واحد أو الكوبري الكبير، ناقص الكوبري الصغير ده بسالب 8، بس أنا بقول له ناقص سالب 8، يعني غير السالب 8 يبقى موجب 8. 8 ناقص واحد يبقى 7 من اتجاه العين. حلو. متوقع ان ده يطلع كام؟ اكيد هيطلع سالب 7 عين. تعال نشوف. سالب 3 في 1 بسالب 3، ناقص ناقص الأربعة يطلع بسالب 7 عين. زي كده انت طلعت ده بالموجب وده بالسالب، يبقى اروح اقول له بما ان الجيم ب العزم حول نقطة ب بيساوي سالب العزم حول النقطة ج، ده معناه ان خط عمل المحصلة ماله بقى؟ ينصف. ينصف مين يا شباب؟ ينصف البهجي. ده اللي كان طالبه مني في المسألة. تعال نبص على السؤال اللي بعده. قوة ق واحد وقوة ق اتنين وقوة ق تلاتة كلهم بتؤثر في نفس النقطة. كلام ممتاز. يبقى هروح اجيب ق المحصلة، برهن باستخدام العزومة ان خط عمل المحصلة يوازي المستقيم المر بالنقطتين اللي مالهمش اسم. طب انا يا سيدي هروح اسمي لك النقطتين اللي مالهمش اسم ده، بس استخدم رموز مش موجودة، واروح اقول له نفرض ان ديت نقطة ب وان ديت نقطة ج، بس عشان نعرف نحكي في التمرين. نفرض ان نقطة ب بيساوي 2 و1، النقطة ج 6 و4. الناس اللي هم ايه بيحتاجوا يكتبوا خطوات، الناس بتوع الازهر يعني. المهم الشكل اللي قدامنا اهو، ادي متجه القوة ق اللي هنحطها. اتفقنا ان احنا هنحط له ق المحصلة بتاعتهم. طب تعالى نجيب ق المحصلة. ق المحصلة، يلا بينا. ق المحصلة يبقى هروح اجمع السينات مع بعض. 2 زائد 5 ناقص 3، 2 و5 7، 7 ناقص 3 يبقى 4 من اتجاه السين. حلو. طب سالب 1 وموجب 2 وموجب 2، يعني 2 و2 4 ناقص الواحد يبقى 3 من اتجاه الصاد. يبقى ق المحصلة هي عبارة عن 4 و3. كلام زي الفل. كلهم بيأثروا في نقطة واسمها نقطة ألف. بكام بقى نقطة ألف؟ بواحد وواحد. تمام. برهن باستخدام العزوم ان خط عمل محصلة انا سميت دي وسميت دي ج، دي ب ودي ج، فاروح اجيب له العزم حول نقطة ب. متجه العزم حول ب يبقى ابدأ بب واروح لنقطة التأثير اللي اسمها ألف، وهضرب في متجه القوة ق المحصلة. يلا بينا. بنفس الطريقة هنروح نجيب متجه العزم حول نقطة ج اللي هو هيبقى عبارة عن ج، ونروح لنقطة التأثير ألف وهضرب في متجه القوة ق. طيب الب ألف معناها ألف ناقص الب. يلا الألف ناقص الب يعني 1 ناقص الاتنين يدينا سالب 1. حلو. طب 1 ناقص 1 يدينا 0. هضرب في متجه القوة ق المحصلة اللي هي 4 و3. طب هنا الجيم ألف معناها ألف ناقص الجيم، يعني 1 ناقص 6 يبقى سالب 5، يعني 1 ناقص 4 يبقى سالب 3. هضرب في متجه القوة ق اللي هي بكام بقى القاف عندنا؟ القاف ب 4 و3 اللي هي ق المحصلة. قبل ما احسبكم لازم تطلعوا قد بعض. تعال نحسبهم. هنا سالب 1 في 3 بسالب 3 ناقص 0 تطلع بسالب 3 عين. طب هنا سالب 5 في 3 بسالب 15 ناقص سالب 12 يعني موجب 12، برضه طلع السالب 3 من اتجاه العين. عايز تقول له ايه؟ بما ان متجه العزم حول نقطة ب طلع بيساوي متجه العزم حول نقطة ج، يبقى اذا خط عمل المحصلة بيوازي، اكتب له بقى الجملة اللي هو عايزها، بيوازي المستقيم المار بالنقطتين، النقطة الأولى والنقطة الثانية. النقطة الأولى ب2 و1 والنقطة الثانية ب6 و4. بيقول لك قوة ق ب12 وكاف. تمام كده؟
تؤثر في نقطة واسمها نقطة ألف. خط عملها بينص في القطعة المستقيمة. طالما خط عملها بينص في القطعة المستقيمة يبقى عزم القوة عند ب بيساوي العزم عند نقطة ج، ولا سالب العزم عند ج؟ سالب العزم عند ج. أوجد قيمة ك وبعد النقطة عن خط عمل المحصلة. طب احنا لو رسمنا خط عمل المحصلة اللي اسمها ق بالشكل ده، اللي هي بكام؟ اللي هو مديها لنا ب 12 يا شباب وكاف. كلام ممتاز. قال لك ان خط عمل المحصله دي بينصف القطعه المستقيمه اللي اسمها ب ج. يعني لو ب هنا والجيم هنا، المسافه اللي ما بينهم دي متنصفه، المسافه دي قد المسافه دي. طب بكام الب؟ الب يا شباب بواحد واتنين. طب بكام الجيم؟ الجيم بواحد وتسعة. طيب يلا بينا نروح نعمل العزم حول نقطة ب، واقول له بيساوي سالب العزم حول نقطة ج. طب تعال نجيب بس الب الاول كده ونروح نجيب الجيم بعدها. الب بكام؟ الب يعني عندك ب واروح لنقطة التأثير. طب هو الكلام ده بيؤثر في نقطة اسمها ايه بقى؟ بص وركز معايا. قال لك بتؤثر في نقطة اسمها ألف. بكام الألف؟ بسالب 5 و3. سالب 5 و3. يلا يبقى أقول له ب ألف هضربها في ق. الب ألف بكام؟ الب ألف يعني ألف ناقص الب. الألف ناقص الب. الألف ناقص الب سالب 5 ناقص الواحد. يلا سالب 5 واغير الواحد يبقى سالب 6. طب التلاتة ناقص الاتنين يبقى 1. هضرب الكلام ده ضرب اتجاهي في متجه القوة ق اللي هو 12 وكاف. اعمل يلا الضرب الاتجاهي سالب 6 في ك بسالب 6 كاف ناقص 1 في 12 ب 12. خلاص كده ده العزم حول نقطة ب. بنفس الطريقة هنروح نجيب له العزم حول النقطة التانية اللي بيتكلم عنها اللي هي نقطة ج. يعني هقول له ج ألف واروح أضرب في متجه القوة ق. طب ج ألف معناها إيه يا شباب؟ معناها ألف ناقص الجيم. الألف أهي ناقص الجيم أهي سالب 5 ناقص 1 يبقى سالب 6. طيب التلاتة ناقص التسعة يبقى سالب 6. حلو أوي. هضرب في متجه القوة ق اللي هو 12 وكاف. الكوبري الكبير بسالب 6 كاف ناقص الكوبري الصغير ده سالب 6 في 12 يعني سالب 72، وفي سالب قبلها يبقى موجب 72. حلو. طالما هو قال لك ان الخط عمل المحصلة اهو، بما ان خط عمل المحصلة ماله بينصف القطعة المستقيمة اللي اسمها ب ج، يبقى ده معناه يا شباب ان العزم حول نقطة ب بيساوي سالب العزم حول نقطة ج. طيب العزم حول نقطة ب اللي هو مين بقى؟ العزم حول نقطة ب اللي احنا جايبينه اهو، اكتبه زي ما هو بسالب 6 كاف ناقص 12 بيساوي سالب العزم حول نقطة ج. يعني غير اشارات العزم حول ج، بدل سالب 6 كاف اكتبها موجب 6 كاف، بدل ما هي 72 هكتبها سالب 72. كلام ممتاز. هنضم ده مع ده ونضم ده مع ده، معادلة ابتدائي بقى. يلا سالب 6 كاف ناقص 6 كاف يعني سالب 12 كاف. طب سالب 72 زائد ال 12 يعني سالب 60. سيادتك على السالب 12 والسالب 12 تطلع الكاف معاك بكام؟ تطلع الكاف معاك بتساوي 5. وهو عايز قيمة الايه؟ الكاف. عايز حاجة تانية؟ ايوه عايز بعد النقطة ب عن خط عمل الايه؟ عن خط عمل القاف. طيب نعمل ايه؟ طب بص يا سيدي، احنا نلم دي بس كده اهو. نركز كده مع بعض في ان ممكن برضو ناخد دي هنا ودي كده هنا. طيب نيجي بقى المطلوب التاني نجيبه هنا. احنا متفقين يا شباب، متفقين ان
طالما انت جبت الكاب ب5 يبقى اقدر اعوض عنها هنا كده واكتب 5. ده القاف. طيب هو قايل لك بعد النقطة ب، يبقى عايز العزم حول نقطة ب. أنا كان معايا العزم حول نقطة ب، كان معايا المجهول اللي فيها أهو، المجهول العزم حوالين نقطة ب كان عبارة عن المجهول اللي فيها ده كاف. جبنا الكاب بكام؟ جبنا الكاب ب5. حلو، 5 في سالب 6 يعني إيه؟ سالب 30. سالب 30 وسالب 12 يعني الكلام ده هيطلع معانا سالب 30 وسالب 12 يعني سالب 42 من اتجاه العين. حلو قوي. طب انا عايز ايه؟ انا عايز هنا طول العمود. طب وطول العمود احنا متفقين هو عبارة عن ايه؟ طول العمود هو عبارة عن معيار العزم على معيار القوة، معيار العزم حوالين ب على معيار القوة اللي هي ق الايه المحصلة. معيار العزم حول نقطة ب اللي هو بكام؟ اللي هو بسالب 42 ولا بنكتبها موجب؟ بنكتبها موجب 42 على معيار القوة ق. القوة ق هنا بنتكلم عن ق اللي هي ب 12 و5. 12 و5 يبقى هقول له جذر 12 أس 2 زائد ال 5 أس 2 يعني 42 على ده يديك 13. 42 على 13 ايه بقى؟ انت ممكن تحولها بالاس دي وممكن تسيبها بنفس الشكل ده، يبقى وحدة ايه؟ وحدة طول. 42 على 13 وحدة طول. تعالوا نبص على السؤال اللي بعده. بيقول لك تؤثر القوتين ق1 وق2. ها انت مستني تسأل نفسك يا ترى هي نفس النقطة ولا اذا كانوا نقطتين؟ طب ليه؟ عشان لو كانت نفس النقطة كنت بتعمل ايه بقى؟ هجيب له ق المحصلة. طب لو نقطتين هشتغل كل نقطة لوحدها. هو هنا قال لك انها بتؤثر القاف 1 في نقطة اسمها ألف 1، القاف 2 تؤثر في نقطة اسمها ألف 2 على الترتيب. عين قيمة كل من الثابتين م ولام بحيث، اسمع وركز، ينعدم مجموع عزمي هاتين القوتين بالنسبة لنقطة الأصل. دي جملة. وينعدم مجموع عزمي القوتين بالنسبة لنقطة تانية اسمها ب. يعني ايه؟ يعني بسم الله كده تعالى نقسم الصفحة نصين. اول حاجة انت بتقول لي ان ينعدم مجموع عزمي القوتين حول نقطة الاصل. تعرف تترجم دي؟ هترجمها لك على طول. اقول له العزم حول النقطة الاولى اللي هي بقى ايه؟ اللي هي اسمها حول نقطة الاصل واو، اللي هي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن واو ونروح لنقطة التأثير ألف 1 مضروبة في القوة بتاعتها اللي هي ق 1. اجمع معاها الواو ونروح لنقطة التأثير التانية اللي هي ألف 2 مضروبة في القوة بتاعتها اللي هي ق 2. وجملة ينعدم ديت يا شباب معناها انه هيطلع بكام؟ هيطلع بصفر. طيب دي ترجمة الجملة الأولى. طب تعالى بنفس الطريقة ترجم لي الجملة الثانية. ينعدم مجموع عزمي القوتين حول نقطة ايه بالنسبة للنقطة ايه؟ بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي نقطة ب. يعني ايه؟ يعني هروح اقول له بنفس الطريقة المرة دي هقول له ب العزم حول نقطة ب، يعني هقول له ب واروح لنقطة التأثير الأولى اللي اسمها ألف 1 وهضربها في القوة بتاعتها اللي هي ق 1 زائد يلا ب واروح لنقطة التأثير التانية اللي هي ألف 2 وهضربها في القوة بتاعتها ق 2 والكلام دوت يطلع بكام؟ يطلع بصفر. تعال ننفذ الموضوع ده. طيب علشان خاطر نقدر نعمل ده قلنا ان واو ألف 1 معناها ألف 1 ناقص الواو، يعني هتكتب ألف 1 زي ما هي اللي هي 1 و1. حلو، هضربها ضرب اتجاهي في ق 1 بكام؟ ق 1 بميم و2 زائد واو ألف 2 ما هي ألف 2 اللي هي بسالب 1 وسالب 2. هضربها في مين؟ هضربها في ق 2 اللي هي بلام وسالب 1. لام وسالب 1 هيطلع الكلام ده بصفر. تعال نلمها شويه اهو. هنروح نقول له الكوبري الكبير ب2 ناقص الكوبري الصغير بميم زائد هنا الكوبري الكبير ب1 ناقص الكوبري الصغير سالب 2 لام وفي سالب يبقى موجب 2 لام. الكلام دوت بيساوي صفر. ممكن ننظم المعادله ديت تبقى 2 لام ناقص الميم 2 و1 3 يعدوا الناحيه الثانيه سالب 3.
طيب ده بالنسبة للمعادلة الأولى. طيب تعالى نشتغل نفس الموضوع هنا. ب ألف واحد، ب ألف واحد معناها ألف واحد ناقص الب، الألف واحد ناقص الب يعني واحد ناقص اتنين يبقى سالب واحد. حلو. طب واحد ناقص تلاتة يبقى سالب اتنين، هضربها في القوة قاف واحد اللي هي م واتنين زائد ب ألف اتنين، يعني الألف اتنين ناقص الب يعني سالب واحد ناقص الاتنين، سالب واحد ناقص الاتنين يبقى سالب تلاتة. طيب سالب اتنين ناقص التلاتة يبقى سالب خمسة، هضربها في القوة قاف اتنين، قاف اتنين اللي هي بلام وسالب واحد، لام وسالب واحد. الكلام دوت بيساوي صفر. يلا نعمل ضرب اتجاهي، سالب واحد في الاتنين يعني سالب اتنين، سالب واحد سالب اتنين في ميم بسالب اتنين ميم، وفي سالب يبقى موجب اتنين ميم. طب هنا سالب تلاتة في السالب واحد يعني موجب تلاتة، ناقص تنزل سالب خمسة في لام يعني سالب خمسة لام، وفي سالب يبقى موجب خمسة لام. الكلام ده بيساوي صفر. تعال ننظمها شوية، يعني خمسة لام ابدأ بنفس المجهول زائد اتنين ميم. طب 3 ناقص 2 كام؟ 3 ناقص 2 1. تعادل الناحية التانية سالب واحد. عايز تشتغل حذف وتعويض اشتغل، أنا برتب معادلتي وبروح على الآلة بتاعتي على طول زي ما احنا متعودين، وبنكتب على الآلة بتاعتنا ايه يا شباب؟ هنروح نكتب على الآلة أهو المجاهيل بتاعتنا. كنا نقول له مود 5 1 واكتب بالترتيب ادي 2 يساوي سالب 1 يساوي سالب 3 يساوي، انقل على المعادلة التانية 5 يساوي 2 يساوي سالب 1 مرتين يساوي، بس انا باكد عليك لازم يبقى نفس الترتيب. الاكس هي المجهول الاولاني اللي هو سالب 7 على التسعة، والواي المجهول الثاني اللي هو 13 على التسعة اللي هو الميم. يبقى احنا طلعنا الميم بيساوي 13 على التسعة، واللام بيساوي سالب 7 على التسعة، وهو كان عايز قيمة الايه؟ كان عايز قيمة مين على الترتيب؟ كان عايز قيمة كل من الثابتين، الميم الأول وبعد كده اللام. يبقى الميم ب 13 على التسعة واللام بسالب 7 على التسعة. تؤثر القوة ق في النقطة أ، فإذا كان عزم القوة ق حول نقطتين ب وج بيساوي 28. يلا بينا هنقسم الصفحة كده نصين يا شباب زي ما اتفقنا. هو بيقول لك تؤثر القوة ق تؤثر القوة ق في النقطة أ. حلو، ادي القوة ق، حد عارفها؟ مش مسميها، خلاص تعالى احنا نسميها، وليكن هنسميها لام وميم س وصاد زي ما تحب، او س وصاد يا عم. دي القوة ق. حلو، تؤثر في نقطة اسمها نقطة أ. بكام بقى نقطة أ؟ الألف بسالب 3 و2. فإذا كان العزم حول نقطة ب، العزم حول نقطة ب، يبقى أقول له ج ب بكام؟ ب 28 عين. حلو، والعزم حول نقطة التانية ج برضه ب 28 عين. طب العزم حول نقطة ب معناها ب، ونروح لنقطة التأثير اسمها أ، وهضرب في متجه القوة ق اللي احنا مش عارفينها يطلع 28. طب هنا ج أ واضرب في القاف برضه هيطلع بكام؟ ب 28. طب ب أ معناها ايه؟ معناها أ ناقص الب. يلا بينا أ ناقص الب، ادي الألف وادي الب، سالب 3 ناقص 3 يبقى سالب 6. طب 2 ناقص الواحد يبقى 1. هضرب في مين؟ في متجه القوة ق اللي احنا مش عارفينها وسميناها س وصاد بيساوي 28. هنا الجيم أ يعني الألف ناقص الجيم، سالب 3 ناقص وأغير سالب 1 يبقى سالب 2. حلو أوي. و2 ناقص 4 يعني سالب 2. هضرب في مين؟ هضرب في متجه القوة ق اللي هو كام؟ سالب 3 و2 بيساوي 28 من اتجاه العين. يلا بينا. الكوبري الكبير أو الكوبري الكبير بسالب 6 ص ناقص الكوبري الصغير بس بيساوي 28. الكوبري الكبير بسالب متجه القوة ق هنا يا شباب بس وصاد، بس وصاد. الكوبري الكبير بسالب 2 ص ناقص الكوبري الصغير بسالب 2 س، مكتوبة سالب قبلها يبقى موجب 2 س ب 28. نكتب المعادلتين تحت بعض، ادي سالب 2 ص موجب 2 س
يساوي 28. ونروح ناخد الآلة بتاعتنا ونكتب على الآلة مود 5 1. ادي مود 5 1. يلا سالب 6 يساوي، بعد كده سالب 1 يساوي 28 يساوي سالب 2 يساوي 2 يساوي 28 مرتين يساوي. تطلع الاكس، على فكره الاكس هي المجهول الاولاني هنا انت مسميه صاد اللي هو طالع بسالب 6 و8، يعني كده معناها ان الصاد بسالب 6 والسين بكام؟ والسين بيساوي 8. يبقى لو حبينا نكتب متجه القوة ق هتكتب مين الأول، السين ولا الصاد؟ أكتب السين الأول، يبقى 8 من اتجاه السين، وأكتب بعد كده الصاد اللي هي سالب 6 صاد. ده متجه القوة ق اللي هو عايزه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك قوة ق بلام وميم، هو مسميه لك المجاهيل لام وميم، المرة دي هو اللي مسميه. تؤثر في النقطة أ. حلو، القياس الجبري لعزم القوة حول النقطة دي بيساوي سالب 21، وينعدم عزمها بالنسبة للنقطة التانية. أوجد مقدار القاف. طيب بالراحة كده، أدي خط عمل القوة ق. خط عمل القوة ق هو قايل لك بكام؟ بلام وميم، يعني هو مسميها لام وميم. الله عليك. تؤثر في نقطة واسمها نقطة أ. ادي نقطة أ بكام؟ بواحد وسالب 3. القياس الجبري لعزم القوة دي بالنسبة للنقطة دي، طب النقطة دي ملهاش اسم، نسميها ب. لو سؤال مقالي ان هفرض ان النقطة ب بسالب 5 وصفر عادي جدا، ودي نسميها ج. اهم حاجة ما يبقاش رمز محطوط في المسألة. يعني العزم حول نقطة ب ايه اللي هيحصل له؟ قال لك ان القياس الجبري بتاعها بيساوي كام بقى؟ القياس الجبري بتاعها بالنسبه للنقطه دي بيساوي سالب 21، يبقى متجه العزم هيساوي سالب 21 عين. كلام ممتاز، دي جمله. طيب ايه كمان؟ وقال لي ينعدم. يعني ايه ينعدم؟ يعني هيطلع بصفر. ينعدم عزمها بالنسبه للنقطه دي اللي احنا سميناها ج اهو. يبقى هنا العزم حول نقطه ج بيساوي كام يا عم؟ ينعدم، يعني هيطلع بيساوي صفر. حلو قوي. يلا بينا هنا هنقول له ب ونروح لنقطة التأثير اللي اسمها أ، وهنضرب في متجه القوة ق ونساوي الكلام ده بسالب 21. طب هنا هنقول له ج ونروح لنقطة التأثير أ ونضرب في متجه القوة ق ونساوي الكلام ده بصفر. يلا الب أ معناها ايه يا شباب؟ معناها أ ناقص الب، الألف ناقص الب، يبقى 1 واغير السالب 5 تبقى 1 زائد 5 تبقى 6. طب يلا السالب 3 ناقص الصفر يبقى سالب 3. هضرب في متجه القوة ق اللي هي لام وميم، الكلام ده بسالب 21. طب يلا الالف ناقص الجيم، ده ناقص الجيم، الالف دي ناقص الجيم اللي احنا مسميينها هنا، يبقى 1 ناقص الاتنين يبقى سالب 1. طب يلا السالب 3 وغير السالب 7 يبقى 4. في متجه القوة ق اللي هو اسمه لام وميم بيساوي سالب بيساوي صفر. يلا هنا يبقى 6 ميم ناقص هنا سالب 3 لام، وفي سالب يبقى موجب 3 لام بيساوي سالب 21. هنا يبقى سالب ميم ناقص 4 لام بيساوي الناتج صفر. يلا بينا، معاك معادلتين مترتبين، نروح نكتب على الآلة اهو. مود 5 1 لسه مكتوبة، ادي الستة اللي هي بتاعت الميم، بعدها 3 بتاعت اللام، بعد كده سالب 21 واضغط يساوي السالب 1 بتاعت الميم، بعد كده السالب 4 بتاعت اللام، بعد كده الصفر واكتب مرتين يساوي الاكس بسالب 4 اللي هي الميم، والواي بواحد، يبقى الميم بسالب 4 واللام بواحد، يبقى كده الميم بسالب 4 واللام طلع بكام؟ بواحد. جبت الميم وجبت اللام. ممكن نكتب المتجه بتاع القوة ق بشكل مظبوط. المعامل بتاع السين كان اسمه لام، هو طالع بواحد، والميم بسالب 4 اللي هو بتاع الصاد. يبقى القاف هنا يا شباب جبناها بواحد وسالب 4، وده كان المطلوب الأولاني. أوجد مقدار القاف. طيب المقدار بقى بتاعها إن أنت هتروح تقول له المعيار بتاع القاف
اللي هو هيبقى عباره عن جذر الواحد تربيع بواحد والاربعة تربيع 16 يعني بيساوي جذر 17 وحدة قوة. ليه بقى وحدة قوة؟ دي قوة اسمها قاف، يبقى وحدة ايه؟ وحدة قوة. كلام ممتاز. المطلوب الثالث معادلة خط عملها. ركز معايا، الخط المستقيم ده عشان نكون معادلته بنقول له صاد ناقص صاد النقطة، تنقى أي نقطة تقع على الخط، على س ناقص س النقطة يساوي الميل. طب الميل بقى، الميل بتجيبه ازاي؟ والله ده في طرق كتير من ضمنها المتجه، يعني في 7 طرق تجيب بيهم الميل، هقولهم لك عشان انت حبيبي. لو نقطتين فرق الصادات على فرق السينات. طب لو زاويه مع الاتجاه الموجب ظل الزاويه يطلع الميل. طب لو اديتك مستقيم بيوازي هو نفس الميل. لو اديتك مستقيم عمودي شقلبه اقلب له الاشاره. لو اديتك معادله س والصاد مع بعض بتغير س على صاد. طب لو اديتك س في طرف وصاد في طرف بقسم س على صاد. كل الكلام ده قلناه اصلا في الفرع بتاع التفاضل. طيب في تكوين المعادله تركز كده بقى، لو اديتك متجه زي القوه ق الصاد على السين، يبقى انا دلوقتي يا شباب ممكن اروح اطلع الميل اول حاجه، لان عايز اكون معادله. محتاج ايه عشان اكون معادله؟ محتاج ايه؟ نقطه وميل. الميل من متجه الصاد على السين، يعني اقول له -4 على 1 يبقى -4، ده الميل. طب محتاج ايه كمان؟ محتاج نقطة وميل. طيب النقطة اي نقطة مر بيها الخط المستقيم. ما تقوليش دي مش نقطة، ده متجه، انما دي نقطة. يبقى النقطة هنا بكام؟ ب1 وسالب 3. معادلة قالت ايه؟ صاد ناقص صاد النقطة، غير الصاد بتاعت النقطة تبقى موجب 3 على س ناقص س النقطة بيساوي الميل اللي هو -4. يلا بينا، مسألة ابتدائية قوي. يلا مقص يمين ناقص مقص شمال. المقص اليمين يبقى ص زائد 3 بيساوي المقص الشمال -4 في س ب-4 س، -4 في -1 بموجب 4. رتب بقى المعادلة بتاعتك، خش يلا جوه. يبقى هنا 4 س زائد الصاد والتلاتة ناقص الأربعة يبقى -1 بيساوي الناتج 0. يبقى المعادلة بتاعتك 4 س زائد الصاد ناقص الواحد بيساوي الناتج 0. تعال نشوف السؤال اللي بعده كده. طيب بيقول لك أثرت القوة ق في المستوى بتاع المثلث اللي اسمه أ ب ج، حيث الألف والب والجيم بحيث كان الجيم أ والجيم ب بيساوي 60 من اتجاه العين، وكان الجيم ج العزم حول نقطة ج بيساوي -60 عين. أوجد ق وعين مقدارها. بص بقى السؤال ده حلو جدا في حاجة. أنت فاهم الجملة دي معناها إيه؟ لو انت فاهم الجمله ديت معناها ايه يبقى انت كده كنت مركز معاها في الحصه. طالما العزم حول ا قد العزم حول ب يبقى دوت معناه ان خط عمل القوه ق بيوازي المستقيم اللي اسمه ا ب. كلام ممتاز. طب انت عارف ان لما تبقى دي ب-60، يعني مثلا فرضا يا شباب ان ده خط عمل القوه ق اهو، ده خط عمل الايه؟ القوه ق اهو. ماله بقى؟ قال لك ايه؟ قال لك ان في مثلث اسمه ا ب ج. طب انا بقى هحط الالف والب بشكل يوازي القوه ق، طالما هما الاثنين طالعين قد بعض، ادي الالف وادي الب، يبقى لازم نحط الشكل بتاعها بيوازيه. ماشي، طلع بايه؟ طلع معانا ب60. طيب لكن لما هاجي احط الجيم احطها يا اما هنا يا اما هنا. ليه بقى؟ لأن دي ب-60 وديت ب60، يعني دوت معناها يا إما بينصف الألف يا إما بينصف، فمثلا هكتبها هنا دي اللي هي النقطة ج. يبقى كده ينصف، أدي المثلث أهو، أدي المثلث، ده المثلث، الجزء ده ينصف خط عمل المحصلة ينصف الب ج، والدليل على كلام إن العزم حول ب طالع ب60 عين والعزم حول ج ب-60 عين، وفي نفس الوقت الجيم أ قد الجيم ب، يبقى معناها ان خط عمل محصلة ق بيوازي بالشكل ده. طيب عايز توصل ليه؟ عايز اوصلك ان الخط عمل المحصلة ده كده ما فيهوش نقطة تأثير، هو مش بيديك نقطة تأثير. الفكرة في السؤال ده ان ما فيش نقطة تأثير، فنقطة التأثير هنا اروح اجيبها هي منتصف نقطة ب ج. والجميل والحلو في المسألة ان انت تبقى فاهم ان هي ايه ليه في المنتصف، عشان خاطر الجيم ب بيساوي الجيم ج. فواحد يقول لي ايه؟ طب ما يا مستر ما هو برضه بينصف
الالف جيم. هو انا لو كنت اشتغلت منتصف الالف جيم صح ولا غلط؟ صح طبعا. طبعا صح. ايه ده، هو ينفع اشتغل بنقطة التأثير دي او اشتغل بنقطة التأثير دي؟ يا حبيبي اي نقطة تأثير على القوة، اي نقطة هتطلع لك نفس النواتج صح، ينفع تشتغل بدي وينفع تشتغل بدي بدون اي مشاكل. طيب كلام ممتاز. طالما خط عمل القوة هنا ينص في الب ج اهو، بما ان بص ايه قال لك ان الجيم ب بيساوي سالب الجيم العزم حول نقطة ج، يبقى ده معناه ان خط عمل القوة ق إذا خط عمل القوة ق ماله بقى؟ القوة ق مالها؟ بينصف القطعة المستقيمة ب ج. طب ما تيجي نسمي لها نقطة وليكن نقطة د، يبقى اجي اقول له نقطة د هي منتصف الب ج. طب انت فاكر منتصف الب ج ده حاجة ابتدائية قوي، منتصف القطعة المستقيمة السينات على الاتنين والصادات على الاتنين. طب الب بكام؟ الب عندي بواحد وسالب 4. ها الجيم بكام؟ الجيم عندنا يا شباب بسالب 1 وصفر. حلو، منتصفها سالب 1 زائد الواحد يبقى ايه؟ يبقى بيساوي صفر، يبقى هنا هكتب صفر. طيب يلا، هنا سالب 1 وواحد يبقى مجموعهم يبقوا صفر على الاتنين بصفر. طب صفر وسالب 4، طب صفر وسالب 4 يبقى سالب 4 على الاتنين يبقى سالب 2. يبقى النقطة د اللي هي في المنتصف بتاعت الب ج بيساوي صفر وسالب 2. طب لو واحدة جابها منتصف الالف ج هتطلع له ارقام مختلفة ويشتغل بيها برضو صح بدون اي مشاكل. المهم ان انا جبت لك نقطة ايه؟ نقطة تأثير تنتمي لخط عمل القوة صفر وسالب 2. طيب يلا بينا بقى نشتغل مسألة عادية. هنروح نقول له العزم حول نقطة ألف اهو، العزم حول نقطة ألف هو عبارة عن الألف، ونروح لنقطة التأثير اللي احنا سميناها د، وهضرب في متجه القوة ق. حلو، وبنفس الطريقة هنا أنا ممكن أشتغل بنفس الطريقة العزم حول نقطة ب. العزم حول نقطة ب هنقول له بيساوي الب، ونروح لنقطة التأثير مسمينها د، وأضرب في متجه القوة ق عشان نطلع معادلات ونحلها. القاف بقى المستخبية دي هتسميها س وصاد، هتسميها لام وميم، نسميها لام وميم. يلا بينا. هنقول له الألف د، يعني الدال ناقص الألف، الدال ناقص الألف، يعني هنا الدال ألف، الألف بكام عندك؟ الألف ب3 و2. يلا الدال ألف يعني الدال ناقص الألف، صفر ناقص ال3 يبقى سالب 3. طيب السالب 2 ناقص 2 يبقى سالب 4. في القاف اللي احنا فرضينها بلام وميم الكلام ده طلع معانا 60 من اتجاه العين. حلو. طب الب د معناها الدال ناقص الب، يعني صفر ناقص الواحد، صفر ناقص الواحد يبقى سالب 1. طب يلا سالب 2 واغير ده يبقى موجب 4 يبقى 2. في ضرب اتجاهي في القوة ق اللي هي لام وميم برضو طلعت معانا 60. طيب نشتغل بقى. الكوبري الكبير بسالب 3 ميم ناقص الكوبري الصغير بسالب 4 لام، يعني موجب 4 لام بيساوي الناتج 60. الكوبري الكبير بسالب ميم ناقص الكوبري الصغير ب2 لام بيساوي 60. معايا معادلتين، يلا بينا. هنروح نكتب مود 5 1 على الآلة اهو، مود 5 1 سالب 3 يساوي 4 يساوي 60 يساوي سالب 1 يساوي سالب 2 يساوي 60 يساوي الاكس بسالب 36 اللي هي الميم بسالب 36، واللام اللي هي بسالب 12، يبقى سالب 36 واللام بيساوي سالب 12. كده احنا معانا الميم ومعانا اللام، كده احنا جبنا له القوة ق اللي هو عايزها. القوة ق بيساوي سالب، طبعا هنبدأ باللام لأن احنا مسمينها لام وميم، سالب 12 وسالب 36. عايز معيارها ولا حاجة؟ عايز المقدار بتاعها. يلا معيار القوة ق يعني جذر السالب 12 تربيع، مش عايز تكتب السالب ما تكتبوش، زائد ال 36 تربيع
اعمل الحسبة ديت، حطها على آلتك تطلع معاك ب 12 جذر 10 وحدة طول. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي قوة معيارها كام بقى؟ 15 ثقل جرام، وتعمل في اتجاه الألف ب، حيث أن الألف بكذا والب بكذا، أوجد متجه عزم هذه القوة بالنسبة لنقطة الأصل. عارف الجميل في السؤال ده إيه؟ الجميل في السؤال ده إن المعيار، إن القوة هنا مش مديها لك بصورة متجهة، مديها لك بإيه؟ المعيار بتاعها هو اللي ب 15 ثقل كيلو جرام. بص بقى، اتفقت معاك في الجزء بتاع الشرح إن لأي قوة مديها لك بالمعيار علشان خاطر تحولها بالصورة المتجهة، بتشوف القوة ديت تشوف ليها اي متجه تعمل في اتجاه الالف ب. حلو، طالما الاتنين ليهم نفس الاتجاه، المتجهين دول متجه القاف ومتجه الالف ب طالما نفس الاتجاه، يبقى متجه الوحدة ياء هنا هو نفس متجه الوحدة ياء. طيب الياء بقى كنا بنجيبه ازاي؟ قام قال لك ان الياء في الفراغية لو تفتكر ان القوة متجه على معياره المتجه على معياره ده هيدي لك الياء. حلو، بنفس الطريقة الالف ب على معياره هيديك ايه؟ هيدي لك نفس الموضوع الياء. فالياء هنا الوحدة والياء هنا الوحدة هيطلعوا زي بعض. طب تعالى نعوض. القاف هي اللي احنا عايزينها على متجه معيار القاف، هو قايل لك ب 15 بيساوي الالف ب، معناها ب ناقص الالف، الب ناقص الالف ده ناقص ده، واحد وغير ده يعني 1 زائد 3 يبقى 4. حلو، و4 ناقص 1 يبقى 3. طب هات معيارها يعني ايه؟ يعني فيثاغورس، يعني جذر 4 تربيع 16 زائد 3 تربيع ب9، فده جذر 25 اللي هو 5 يعني. فامسح ده كده يا عم اهو، وهنكتب مكانها هنا كام؟ 5. على ال5 فيها ال1، على ال5 فيها ال3، مقص بقى يبقى متجه القاف بيساوي 3 في 4 ب 12 و3 في 3 ب9، يبقى بيساوي 12 و9. بس مسألتك بقت مسألة عادية. يبقى أنا دلوقتي معايا متجه بالقوة قاف. حلو، بكام القاف؟ القاف عندنا جبناها ب 12 و9. كلام ممتاز. تعمل في اتجاه الألف ب، يعني تؤثر في ألف وب أي واحدة فيهم. خد لك أي واحدة، وليكن هاخد ب مثلا اللي هي بكام؟ 1 و4. أوجد متجه عزم هذه القوة بالنسبة لنقطة الأصل واو. يبقى واو وأروح لنقطة التأثير أنا سميتها ب، خدت الب، الاتنين صح، الاتنين ينفعوا في متجه القوة قاف. طب واو ب معناها ب ناقص الواو، يعني هي الب اللي هي 1 و4. هنضربها في متجه القوة قاف اللي هي بكام؟ ب 12 و9. يلا الواحد في ال9 ب9 ناقص ال4 في ال12 ب48. 4 في 12 ب48. طب 9 ناقص ال48 يدي لك سالب 39 من اتجاه العين. طيب إذا كان القياس الجبري لعزم القوة ق حول كل من نقطة واو ونقطة د ونقطة ه 27 و18 و40.5 وحدة عزم، أوجد متجه القوة ق. الفكرة إن مش مديني أي معلومة تجيب لي نقطة التأثير، فتركز معايا كده. هنروح يا شباب نفرض إن متجه القوة ق هنسميه بلام وميم. حلو أوي. اللام والميم دوت ماله يا شباب؟ قال لك ان اللام والميم ده يؤثر، او بلاش يا عم يؤثر، يمر بمحور السينات. طالما بيمر بنقطة السينات، اي نقطة على السينات الصادات بتاعتها صفر، يبقى النقطة هنا يبقى اسمها س وصفر. يبقى كده احنا افترضنا ان متجه القوة ق ده بيمر بمحور السينات وبيقطعها في النقطة ايه؟ في النقطة س وصفر. طب فادك في ايه الكلام ده؟ فادك دلوقتي ان انت بقى معاك نقطة تأثير. طب يلا بقى اشتغل على الجمل. هو قال لك ان القياس الجبري لعزم القوة حول كل من نقطة الاصل واو اهو، يعني ج واو ده اول واحدة اللي هي واو، ونروح لنقطة التأثير اللي هي النقطة ديت وليكن اسمها نقطة ألف. يلا
واو ألف هضربها في القوة قاف، الناتج بتاعها هيطلع بكام؟ هيطلع ب27. كلام ممتاز. وبعد كده هقول له العزم حول النقطة التانية اللي هو الدال، اللي هو معناها الدال ألف، وهضرب الكلام ده في متجه القوة قاف، هيطلع بكام؟ هيطلع ب18. طيب يلا العزم التالت اللي هو الجيم ه، يعني اله ألف، وهنضرب في متجه القوة قاف، وهيطلع ب40.5. يعني ده كده هيطلع ب40.5. يلا بينا بقى نفك الجمل. ألف ناقص الواو يعني ألف، يبقى هي هتفضل زي ما هي بس وصفر. في ضرب القاف، القاف احنا مسمينها لام وميم، يبقى في لام والميم بيساوي 27. طب ده الألف يعني ألف ناقص الدال، يعني س ناقص الدال، يعني س ناقص صفر، س ناقص واحد، يبقى اسمها س ناقص واحد، س ناقص الواحد. فصل. طيب كده مضطرين ان احنا هشحن اللاب ونرجع نكمل السؤال تاني. يلا بينا نكمل، هو اخر سؤال، وشحنت اللاب 5 دقايق كده وان شاء الله يكفي ان احنا نخلص السؤال. يلا بينا. الدال ألف يا شباب، قلنا الدال ناقص الألف، الدال ناقص الألف. طب يلا الدال هنا لما أطرح منها الألف، يعني هنا الدال ألف معناها ألف ناقص دال، يبقى س ناقص واحد، يبقى س ناقص واحد، وبعد كده صفر ناقص صفر يبقى صفر. حلو، هضربها في القاف اللي هي لام وميم، الكلام دوت بيساوي 18. حلو قوي. الجيم ه معناها ه، اله ألف معناها الألف ناقص اله، يبقى هنا السين ناقص الصفر يعني س. طب والصفر ناقص الاتنين يعني -2. هضربها في القاف اللي هي اللام والميم، وقلنا الكلام دوت بيساوي 40.5. طيب فكك بقى معايا، السين في الميم يعني ميم س، ناقص صفر في أي حاجة بصفر، بيساوي كام؟ بيساوي 27، يعني الميم س بيساوي 27، ودي كده أول جملة. طب يلا هنا الكوبري الكبير، الميم في السين بميم س، الميم في -1 يا شباب بسالب ميم. حلو، والصفر في اللام بيساوي صفر، الكلام دوت بيساوي 18. طب هنا الميم في السين بميم س، وناقص -2 في اللام بموجب 2 لام، لان طبعا غيرت الاشاره، بيساوي 40.5. كلام ممتاز. الميم س ب 27، عوض بيها، 27 ناقص الميم بيساوي 18. ال 27 تعدي بعكس اشاره، يبقى سالب الميم بيساوي 18، اطرح منها السالب 27 هيدي لك الناتج -9. هطير السالب مع السالب يبقى الميم بيساوي 9. طيب هنا الميم س لسه قايل ب27 زائد الاتنين لام بيساوي 40.5. طب ال 40.5 الاتنين لام بيساوي ال 40.5 ناقص 27 يديك 13.5. اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، يلا 13.5 على الاتنين. وبس كده يا باشمهندسين، ده نهاية درسنا النهارده. بتمنى تبقوا استفدتوا، وما تنسوناش باللايك والشير والدعاء، وتوصل كل الفيديوهات بتاعتنا للغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.